السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء. إن شاء الله هنبتدي مع بعض في الترم التاني. النهارده إن شاء الله هنتكلم على زمن past simple اللي هو زمن الماضي البسيط. ركز بقى معايا كده، زي ما إحنا اتفقنا قلنا الجملة بتاعتي جملة الإنجليش بتتكون من إيه؟ فاعل وفعل، فاعل وإيه؟ وفعل. أول حاجة في الجملة أحطها الفاعل، بعد كده أحط الفعل بتاعي ومفعول وصفة وظرف أو جر ومجرور وباقي الجملة. يبقى أهم ركنين عندي الفاعل والفعل، الفاعل وإيه؟ والفعل. طب يا مستر إحنا النهارده هنتكلم على زمن الماضي البسيط. زمن إيه؟ الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط ده اللي هو العمود الثاني في تصريفات الافعال. قلنا العمود الاولاني ده زمن مضارع بسيط، العمود الثاني ده زمن باست اللي هو الماضي البسيط. يبقى كده هنشتغل على الباست سيمبل. يبقى الفعل بتاعنا تصريف ثاني اللي هو العمود الثاني في تصريفات الافعال في اي درس انت بتاخده. عايز تنفي عايز تسال هتشتغل على دي. خلص كده الماضي البسيط. ازاي يعني يا مستر؟ يعني كده لو انت هتشتغل على جمله في الماضي البسيط مع اي فاعل، ها الفعل بتاعنا هينزل تصريف ثاني، سواء كان فعل منتظم او فعل غير منتظم. وادي المفعول الصفه الظرف باقي الجمله. اوكي، يبقى على طول جمله الماضي البسيط فاعل تصريف ثاني فاعل تصريف ثاني. والفعل المنتظم لو اخره ايه بنحط له دي، مفيش ايه بنحط الاي دي، واي قبلها ساكن بحول الواي لاي اي دي. ساكن قبليه متحرك، لو الحرف الاخير ساكن قبل منه حرف متحرك بكرره يعني بكتبه كمان مره ونحط الاي دي. لو فعل غير منتظم خلاص لازم اكون حاطط. يبقى على طول جمله الماضي البسيط فاعل ايا كان الفاعل. احنا اتفقنا الفاعل بتاعنا سواء كان اسم او ضمير مفرد او جمع، الفعل كتصريف ثاني يشتغل مع كل الفواعل، مع كل ايه الفواعل. هنا بقى ما بقسمش زي المضارع البسيط. اوكي، المهم يبقى كده عرفنا تكوين الفعل بتاعنا. طب الفعل بتاعنا يا مستر بستخدمه في ايه؟ يبقى لازم اعرف استخدامه. فعل ماضي بسيط يبقى بيعبر عن حدث، ماله الحدث ده؟ ماله الفعل ده؟ بدأ وانتهى في وقت محدد في الماضي، او بحكي قصه حصلت في الماضي. مهم الحدث بتاعنا خلص انتهى مات فينيشت، انتهى وخلص. طب ايه الكلمات يا مستر ان انا اشوفها في الجمله اعرف ان دي جمله ماضي بسيط عشان اشتغل عليها جمله ماضي بسيط؟ هتلاقي عندك مثلا يسترداي اللي هو معناها ايه؟ بالامس. فيسترداي بالامس يا مستر خلص امبارح خلص. تمام، اجي اقول لك لاست مده زمنيه، لاست ويك، لاست مانث، لاست هوليداي. تمام، لاست نايت، يبقى ده كل دي تعبيرات في الماضي. اجي اقول لك مده زمنيه قبل ابو، يعني معناها منذ. ان زائد سنه ماضيه، يعني ان 2023 وما قبلها يبقى ده كله في الباست. اجي اقول لك ان ذا باست. خلي بالك من تعبيرات الماضي لما اقول لك انشنت ايجيبشنز، اذا القدماء المصريين، يبقى الكلام كله على الحاجات اللي هم عملوها في الاصل. وخلي بالك من التعبير ده when I was، عندما كنت. يبقى انا كده بحكي في الباست في النص. يبقى كده ماضي بسيط تصريف تاني، عايز انفي عايز اسال هشتغل على ديت. طلع في دماغي فعل بدا وانتهى في الماضي، وادي اي كلمه من الكلمات دي. اوكي، يبقى جمله الماضي البسيط كده الجمله المثبته فاعل تصريف تاني. طب يا مستر انا عايز احول الجمله دي لجمله منفيه. شوف انا هعمل ايه، هنزل الفاعل واحط قبل الفعل بتاعنا didn't اهو did. اتفقنا قلنا نفي يبقى not، يبقى did not والفعل بتاعنا يرجع ايه؟ مصدر. وادي باقي الجمله. طب ما تقول لنا كده جمله كمان يا مستر. ما اقول لك مثلا they went to school yesterday. دي جمله في الماضي يا مستر. هو هيجيبها لك في الاختيارات كده زي يا ترى جو ولا جوز ولا جوينج ولا went to school yesterday. اذا اول ما الاقي yesterday يبقى الفعل بتاعنا تصريف تاني ايا كان الفعل اللي هو جايبه لي هشتغل عليه تصريف تاني. طب يا مستر جايبه لك كده زي went to school نقط وعايزك تشتغل على كلمه داله يعني على الفعل على طول لقيته تصريف تاني يبقى على طول اي كلمه من كلمات الداله دهيت على الماضي هشتغل عليه. خلي بالك ان لاست يجي بعديها المده الزمنيه، لكن اجو يجي قبليها المده الزمنيه عشان برضه لو حطها لي فين في الاختيارات. طب زي ما انت تدخل يا مستر عايزين ننفي الجمله دي. الفاعل زي ينزل زي ما هو، وانت في الماضي يبقى هنشغل ديد نقطه او ديد انت، وننزل الفعل مصدر يرجع جوه، واكمل الجمله للاخر اهو تو سكول يسترداي. ما غيرتش اي حاجه، كل اللي زاد عندي هنا didn't ورجعنا الفعل مصدر عمود اول. طب يا مستر عايزين ننفي بقى يا مستر، يبقى دي القاعده الثالثه. سؤال هل، احنا اتفقنا في النفي والسؤال بشتغل على مين؟ تمام بشتغل على ديد، يبقى ابتدي بديد قبل الفاعل. احنا اتفقنا قلنا بسال الفاعل، يبقى ديد الفاعل، واول ما اشغل ديد ديدنت الفعل يرجع ايه؟ مصدر. وادي باقي الجمله. ادي سؤال حق، يبقى ديد الفاعل مصدر. هنجاوب عليها على طول اما بيس يا اما بنو. واعمل مقص يعني ايه يا مستر؟ هنبدل ديد مع الفاعل، الفاعل ديد، يبقى على طول احط الفاعل
قبل did يبقى يس الفاعل did، no الفاعل didn't. طب نطبق الكلام ده على الجمله دي. they went تبعناها they didn't go. هنسال حط قبل الفاعل did اهو، يبقى دي did، حطيته قبل الفاعل، قابلني مين؟ الفاعل they، ينزل they. الفعل went اول ما يشوف did يرجع مصدر يبقى go، يبقى did they go. وكمل الجمله للاخر to school yesterday. هل هم ذهبوا الى المدرسه امس؟ هنجاوب عليها بايه؟ يا اما بيس يا اما بنو، وابدل يبقى اقول له الفاعل they did، no الفاعل they didn't. الضمير الوحيد اللي بيتحول معايا اي الى يو، يو الى اي لو مفرد، ولو جمع وي تتحول يو برضه، يعني ضمائر المتكلم اللي هو اي او وي في السؤال يتحولوا الى ايه؟ الى يو، ويو يرجع تاني اي لو مفرد او وي لو جمع. دي التحويله الوحيده في السؤال. يبقى تاني التحويله الوحيده في السؤال خلي بالك منها دايما، اي الى يو، يو الى اي مفرد، وي الى يو، يو الى وي جمع. اوكي؟ هو تحويل الضمائر تحويل ضمائر اللي تخصها بقى. اوكي؟ طيب عايزين نسال بدات استفهام يا مستر. تركيبه هل اللي عندي ده هي حط قبلها اداه استفهام. يعني ايه يا مستر؟ يعني هتسال وات، يبقى وات ديد الفاعل مصدر، وير يبقى وير ديد الفاعل مصدر، وين ديد الفاعل مصدر. اذا كل اللي انا هزوده هنا في السؤال باداه استفهام، احط قبل سؤال هل الاداه اللي انت بتسال بيها حسب استخدامك او حسب سؤالك عن حاجه اللي انت عايزها. طب ناخد مثال تاني كده يا مستر. قول لي ديد زي جو تو سكول، اسال مثلا على يسترداي. يسترداي ديت وين اهو، يبقى وين ديد زي جو تو سكول. طب انا هسال على سكول، سكول ده مكان يا مستر، يبقى على طول وير اهو، يبقى وير ديد زي جو يسترداي، هم راحوا فين؟ مستر. بقول لي المثال اللي بعد كده زي سو ذا فيلم ات ذا سينما مثلا لاست ويك. على طول عندي لاست، يبقى انا بتكلم في الماضي، يبقى الفعل بتاعنا تصريف تاني، عندي تصريف تاني فعندي كلمه تدل على الماضي، الاثنين على طول يكملوا بعض. طب يا مستر انا عايز انفي، احنا قلنا في النفي السؤال على طول هشتغل على مين؟ تمام هشتغل على ديد، يبقى الفاعل بتاعنا زي ينزل زي ما هو سو ماضي هنجيب ديد ارجعه يبقى ديد نقطه، ارجع سو مصدر يبقى سي. ضايع حاجه ثانيه في الجمله يا مستر تعمل جملتها في الاخر اهو ذا فيلم لاست ويك. نفس الجمله زي سو ذا فيلم. هنسال سؤال حاجه على طول هتعمل ايه؟ حط ديد قبل الفاعل، هبتدي ديد اهو، يبقى ديد زي والفعل ده هو ترجعه مصدر يبقى سي، يبقى ديد زي سي ذا فيلم لاست ويك كويشن مارك، لان ده سؤال هنجاوب نقول له ايه؟ يس اور نو، واعمل المقص يبقى زي ديد او زي ديدنت في حاله النفي. خلي بالك ممكن في الكلمات الدال يقول لك مثلا ايه؟ this morning، this ايه؟ morning. يبقى معناها ايه؟ ان فتره الصباح انتهت، فتره الصباح ايه؟ انتهت، يبقى الفعل بتاعنا برضو ايه؟ في الباست في الماضي. طب يا مستر انا ما عنديش فعل اساسي وعايز اشتغل على فعل في الماضي، هنا بقى هنشتغل على فعل كان. فعل ايه؟ كان. يعني ايه يا مستر؟ احنا قلنا فيرب تو بي اللي هو فعل يكون بيتكون من ايه؟ ام او از او ار في المضارع، وفي الماضي يبقى ووز او وير. اذا كده هنشتغل على فيرب تو بي. ادي فيرب تو بي، المصدر بتاعنا بي، بنصرفه في المضارع يبقى ام او از او ار، بنصرفه في الماضي كتصريف تاني يبقى was او were. was او ايه؟ او were. اوكي يا مستر، طب احنا شغالين ماضي ولا مضارع النهارده؟ شغالين ماضي، اذا هنشتغل على was او were. هنا بقى بيقول لي ايه؟ اي هينضم لفرقه هي، وهي هي وشي وات واي اسم مفرد ونشغل معاهم was. وادي باقي الجمله I was at home, he was at home, she was at home, it was at home. علي was، منى was، زكاة was، معنى كان. اوكي at home. ادي الجمله بتاعتي. طب يا مستر عايزين ننفي هنا، ما هو نفي يعني نقط، نفي يعني ايه؟ نقط. هنا على طول was نحط لها اداه النفي نقط، يبقى was not او wasn't، وكمل جملتك للاخر. يبقى I wasn't at home, he wasn't at home, she wasn't at home, it wasn't at home. علي منى زكاة wasn't at home، يبقى اي اسم مفرد wasn't at home. اوكي. طب انا عايز اسال يا مستر هنا على طول شغل المقص، يعني ايه؟ يعني هتقول لي was تيجي قبل الفاعل بتاعها، was I was he was she was it was اي مفرد باقي الجمله. يبقى نقول was he at home، هنجيب نقول له ايه؟
لو كان موجود فعلا في البيت هنجاوب يس، ما كانش موجود هنجاوب بنو. يبقى نقول واعمل المقص على طول يبقى was. yes he was. no he wasn't. طب يا مستر عايز اسال عن المكان اللي هو كان فيه. احنا اتفقنا قلنا تركيبه هل حط قبلها اداه الاستفهام. انا هسال عن ات هوم، ده مكان هسال عنها بايه؟ وير. ادي وير. يبقى فاضل ايه في الجمله؟ was he. where was he. يبقى عندي مثلا yesterday، يبقى دي كلمه من كلمات الدال. نفس اللي احنا عملناه مع اي هي شي ات هنعمله مع مين؟ مع وي ويو زي. ادي وي يو زي واي اسم مين؟ جمع. ايه المجموعه ديت هنشغل معاها؟ يا ترى ووز ولا وير؟ لا وير يا مستر. يبقى وي وير، يو وير، زي وير، اي اسم جمع وير. طبعا عايز انت وير يا مستر. تمام، نحط لها اداه النفي نقط. يبقى نقول وير نقطه وير انت. وادي باقي الجمله. نقول مثلا وي وير at home yesterday. You were at home yesterday. They were at home yesterday. The boys, the girls, the cats were at home yesterday. طبعا عايز انفي قلنا weren't، يبقى نقول we weren't at home، you weren't at home، they weren't at home، اي اسم جمع weren't at home yesterday. طب عايزين نسال يا مستر هنبدل هنا على طول. هبتدي بمين؟ تمام، هبتدي where قبل الفاعل بتاعنا. يبقى نقول where الفاعل مثلا they او اي اسم جمع. at home yesterday. ده سؤال هعمل ايه؟ هنجاوب اما بيس يا اما بنو عشان الناس اللي بتشتغل على الدايلوج. واعمل ايه؟ التبديله بتاعتنا. يبقى اقول له yes they were no they weren't. طب عايز اسال بقى اداه استفهام يا مستر. قلنا قبل هل حط اداه الاستفهام. شوف هتسال عن ايه هنا مثلا اتون. يبقى ده مكان حط وير على طول ان هو يبقى وير اين. وادي وير اللي هي كانوا. they yesterday. مستر هم كانوا فين امبارح. طب يا مستر انا عايز اسال على yesterday، هسال عليها بايه؟ بوين. ادي وين. يبقى وين قبل الجمله بتاعتها اهي. وين وير they at home. هم كانوا في البيت امتى؟ يبقى ادي السؤال بقى استفهام. خد صوره سكرين تمام شوت. واتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم بشيء. اخر ملحوظه هنتكلم عنها التبديله اللي احنا اشتغلنا عليها اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي اي الى يو ويو الى اي. لما يجي يقول هيقول لي ايه؟ اي ووز. عايز اسال هي يا مستر اي هتتحول في السؤال الى يو. تمام، واحنا المفروض نبدل. طب يو يا مستر نشغل معاها ووز؟ لا يا مستر، يبقى زي ما حولنا اي الى يو هحول ووز الى وير. يصبح السؤال عندي ايه؟ وير يو. هنا لما اجي اجاوب بقى خلي بالك هجاوب يا اما بيس يا اما بنو. او حتى لو كان سؤال باداه استفهام وهتجاوب جمله كامله خلي بالك لان يو هترجع تاني اي، واي ما نشغلهاش مع وير يبقى نشغل معاها مين؟ ووز. يبقى زي ما حولنا يو الى اي نحول وير الى ووز. اوكي، اتمنى ربنا يكون فيكم بشيء. ما تنساش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.